السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي للجميع. بيجي لنا تساؤلات كتير عن مفتاح حماية الأجهزة الكهربائية من ارتفاع وانخفاض الجهد، واللي كنا عملنا عنه فيديو قبل كده. فعندنا أستاذ أيمن تقريبا عندي نفس الجهاز، لما الكهرباء بتعلى وبترجع تقل تاني مش بيرجع الكهرباء لوحده، ولما النور بيقطع وبيرجع بيرجعه بعد 5 ثواني مهما أعدل فيه. هل كده في عيب؟ كذلك برضو أستاذة توتي بتقول السلام عليكم، لو سمحت أنا فعليا الجهاز بيفصل كل يوم من الساعة 11 لحد تاني يوم بيرجع الظهر، مش عارفة أعمل فيه حاجة ومش بيرجع الكهرباء. هو ده طبيعي وبلاقيه 233 أو 229. طيب ما بيرجعش النور ليه وهو مظبوط على 240؟ طيب المفتاح ده فيه أنواع كتير منه، ليها إعدادات هي جايه بيها من المصنع كده، ان هو ما بيرجعش الكهرباء تاني. لو الكهرباء عليت وفصل الكهرباء علشان يحمي الاجهزه ما بيرجعش يرجعها تاني الا لما بتنزل بمقدار اكتر من 15 درجه، وده نوع من الحمايه يعني. فلو انت مثلا ظبطه على 240 زي استاذه توتي بتقول انا ظبطها على 240، لما الكهرباء بتعلى ما بيرجعهاش تاني، يعني بتنزل ل 233 و229 ما بيرجعهاش. المشكله هنا ان هو بيحتاج انه ينزل ل 225 علشان يرجع الكهرباء تاني. زي برضو استاذ ايمن ما بيقول ان هو لما الكهرباء بتعلى وبترجع مش بيرجع الكهرباء. فلو انت استاذ ايمن مثلا ظبطه على 250، لو الكهرباء عليت ل 251 المفروض لما تنزل تاني ل 250 يرجع، ولكن مش بيرجعها الا لما تنزل لدرجه 235. لكن انت بتقول ان هو النور لما بيقطع بيرجع يرجعها تاني بعد 5 ثواني، وده امر طبيعي. لما بترجع الكهرباء تاني ترجع في الحدود اللي انت مظبط عليها الدنيا بتاعتك، يعني مثلا انت مظبطه على 240، لو رجعت حوالين ال 240 فهي بترجع بشكل طبيعي، والمفتاح بيرجع الكهرباء بعد 5 ثواني، وهي دي الاعدادات بتاعته يعني الطبيعيه. وبالتالي وانت بتشتري مفتاح حمايه الاجهزه يفضل ان انت تتاكد ان هو ما فيهوش الاوبشن بتاع انه لازم ينزل ل 15 درجه دي. ارجوك ما تنساش والدي من صالح دعائك، ولو استفدت مني حاجه يا ريت تدعي ليا وليك بالصحه والستر وراحه البال والهدايه للطريق الصحيح والمستقيم.